بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع تكملة الصلاة خلصنا الصلاة وكيفية الصلاة ومبطلات كل ده خدناه، صح يا أستاذة سعدية؟ صح. هناخد بعد كده إن شاء الله عز وجل هناخد الدعاء، الأذكار. يعني لما أخلص صلاة بعمل إيه؟ بقول إيه؟ أول حاجة الاستغفار ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبعدين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم مرة؟ 33. سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله إلا الله والله أكبر 33، ونختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، له الملك والحمد على كل شيء قدير. ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاثة. قل أعوذ برب الناس ثلاثة. قل أعوذ برب الفلق ثلاثة. ثم يقرأ آية الكرسي. كده احنا كده ختمنا دعاء ختم الصلاة أو أذكار الصلاة. طيب، ما هي السنن والرواتب وما فضلها؟ إيه هي السنة؟ السنة اللي بيبقى بعد الفرض، يعني الظهر مثلا بصلي كم ركعة بعد الظهر، الصبح بصلي كم ركعة قبل الصبح كده يعني. يبقى ركعتان قبل الفجر، بصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. كويس، حلو كده. في حديث ثاني مسلم تقول: من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. وفي أحاديث في الموضوع ده من الباب ده كتير قوي. خلاص. طيب، ايه بقى فضل ايام الاسبوع؟ احنا خلصنا الصلاه واذكار الصلاه ودعاء الصلاه ومش عارف ايه والسنن والرواتب والحاجات الحلوه دي. افضل يوم على الاطلاق يوم الجمعه. يوم ايه يا زينب؟ الجمعه. يوم الجمعه. ليه؟ بكره يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي. طيب، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني مت يعني وأبليت يعني؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، يعني محدش بجسمه بيدوب زي البشر العاديين. الأنبياء دول لا، ليهم خاصية في الموضوع ده، مفيش نبي بتاكله الأرض. تمام كده يا بسبوسة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود بهيئته بشكله بنضارته كما هو صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم صلاة الجمعة يا بسبوسة؟ فرض. فرض. النبي لابس نظارة؟ لا، بيلبس نظارة، كان نظره حلو، وزي احنا تعبانين بنلبس نظارات، كان النبي نظره حلو يا عسل. خلاص، مش انا وانت لابسين نظارة. النبي ما كانش بيلبس نظارة، بس صحته حلوه ما شاء الله. طيب، حكم صلاة الجمعة فرض. صلاة الجمعة ايه يا بسبوسة؟ فرض عين، فرض لازم على كل واحد بالغ عاقل مقيم. بالغ يعني ميش وحماده مش فرض عليه الجمعه، بس اخده معايا لو لازم الادب في المسجد، ما بهدلش الناس وصرخ وجري وعمل وكلام من ده. يبقى اول حاجه بالغ ذكر، يبقى واجبه على الذكر ليست واجبه على الانثى. تصلي ممكن تصلي الست، مش مشكله، مفيش مشاكل، بس الولد فرض عليه انه يروح يصلي في الجامع صلاه الجمعه. طيب، عاقل، ما ينفعش اخد معايا واحد مجنون او سفيه يبهدل لي الدنيا في الجامع. يبقى اذا لازم انا عاقل فاهم بيعمل ايه، متزن يعني. مقيم يعني لا صلاه للجمعه على مسافر. مقيم يعني عايش يصلوا في البيت. في البيت بس لو حبوا يصلوا في الجامع يبقى التزموا الاحترام كده والايه والعدم الكلام والرغي والديش ديش طول النهار. ورحت طبخت وعملت وسويت وشاط الماء الرز شاط والبتاع شاط واحنا بنصلي الجمعه. ما ينفعش الكلام ده. خلاص، تقعد ملتزمه، لانما النساء بدات تروح وكان في حاجز بيننا وبينهم، بنسمع شغلانه جوه. يا ست اسكتي، خلينا نشوف بنقول ايه ولا هنعمل ايه، اسكتي، مفيش فايده. طيب، كم عدد صلاه الجمعه؟
الجمعة كم ركعة يا بسبوسة؟ الجمعة ركعتين مش كده؟ صح، يج- زي الفجر. صح، فتح الله عليك يا بسبوسة. يبقى يجهر بهما الإمام بالقراءة حيث تتقدمهما خطبتان معروفتان. يبقى الخطبتين دول مقام الركعتين، عشان هتقول لك ايه ده ركعتين بس هنام براحتي وافضل استنى لغايه تقول الله اكبر الله اكبر يجري والناس تجري وجايبه المصليه وجاي يجري. طب ما انت قاعد في بيتك جنب الجامع وحضرتك انت جنب الجامع، يعني لو كعبلت هتقع في جنب الجامع وتقع في الجامع، انت بتيجي متاخر ليه؟ لا يجي يفضل مستني مستني مستني. وده بنشوفه كتير قوي لما نكون بنصلي في مسجد ونبص البيوت اللي جنب المسجد الناس جايه تجري بعد اما يجي يقيم الصلاه. طب ما انت قاعد اهو، طب ما تيجي هات مصليتك وتخش الجامع من بدري، ده انت جنب الجامع يعني. لا، تلاقي ناس مكبره دماغها وقاعده في البيت لغايه ما يجي يقيم الصلاه يجري يروح واخد حاجته وطالع يجري خلاص. طيب يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ذروا البيع، الانابيب وتك تك يخبط والميه مش عارف ايه وما ادرك ايه والاذان بيأذن والصلاه بتقام والناس بتخطب والامام على المنبر. على الله ايه يا عم الحاج، ايه يابا انت مش مسلم ولا ايه نظامك بالظبط؟ خلاص يبقى على ركعات الجمعه كام يا بسبوسه؟ 2 صح كده؟ يجهر فيما الامام يجي يقرا عادي زي صلاه الفجر زي ما السعديه قالت كده. هل يجوز التخلف عن صلاه الجمعه؟ لا يجوز بحال من الاحوال عن صلاه الا من عذر شرعي. البنات الستات ليها عذر شرعي وكده كده مش فرض عليها الجمعه. الراجل في حاجه مشكله بقى، عنده مرض شديد مش قادر يقوم، قعيد مش قادر يتحرك خلاص، لكن قادر يسند نفسه وحد يسنده يروح الجامع، يبقى لازم يروح الجامع خلاص يا عسل. من ترك 3 جمع تهاونا بها وطبع الله على قلبه، رواه أبو داود وغيره، نسأل الله العافية. طيب في الجمعة سنن إن شاء الله هنقولها الحصة القادمة يا بسبوسة.